السلام عليكم يا اخوان، كي دايرين؟ بخير؟ اتمنى جميع المتتبعين يكونوا في صحة جيدة. نهار جديد، فيديو جديد الاخوان. هذا الفيديو يا اخوان غيكون مهم بزاف اي واحد بغى يدخل لهذا الميدان ديال التسمين. ف فإلا كنتي مشغول دير تسالي وجي تفرج في هذا الفيديو اخويا، نصيحة لي. المهم الاخوان، بزاف ديال الناس كيهضروا معايا لا في فيسبوك ولا في الواتساب باللي عنده خدام شي خدمة وبغى يحبس من ديك الخدمة ودير التسمين، يا تسمين يا تربية الأغنام يا التسمين ديال العجول ديال الخروف ديال الخروفة، مهم كلشي يخدم في هادشي. فبالنسبة ليا يقدر يربح يقدر لا. تقول لي ولا انت راك تقول لنا انا كنربح 2000 درهم 1500 كيربح، علاش تقول لي ما يربحش؟ اجي نقول لكم علاش اخوتي. اول حاجه في الميدان خاص ضروري تكون عندك الخبره، ضروري ضروري. علاش؟ لانه انت ما عندك حتى شي، شنقول لك، ما عندك حتى شي، ما عمرك ما درتي كسيبه، ما معك شي واحد اللي كيعاونك، فصعيب باش تنجح. علاش؟ اول حاجه ما تعرفش تشري السلعه، ياك اول حاجه. وإلا شريتي السلعه تقدر تشريها عيانه، تقدر تشريها مريضه، تقدر تشريها غاليه، تشريها بشي ثمن غالي. يقدر انت يجيك رخيص ولكن راه هو غالي، ياك. عاوتاني الاخوان تقدر تشريهم مزيانين، ولكن تجي ما تعرفش تعطي الكميه ديال العلف، وهذا تعرف تعطي ادويه كيفاش تدك، كيفاش تعطي خروف او العجل او الضروبه او النعجه مرضات لك اش من مرض فيها. فانت يا الا مرضت وعيطتي للطبيب كل مره مرضات لك بهيمه وتم عيط للطبيب، فرا عندك كسور، كل مره يجيك 200 درهم و 300 درهم باش يجي لك، فرا عندك كسور تما. فرا 200 درهم كسور على كل بهيمه ضراتها شي وجعه ولا ما بغاش تاكل وكذا، الو الطبيب كتعيط ليه غيجي عندك يقلب، تقول يا براوات على الاقل خصك تعطي واحد 200 درهم على الاقل، اقل حاجه. فهنايا غادي يكون عندك خسر، ما غاديش تربح. باش تفهم الربح ما غاديش يكون عندك. فانايا كنصيحه ليا ليكم، نعطيكم نصيحه الاخوان، وانتم راه بحال خوتي والحمد لله راه عائله وحده حنا دابا، راه كنحاولوا نشاركوا اي حاجه كنشاركها معاكم. فالا بغيتي تدخل هذا الميدان في الاول ديالو ما تحاولش تركز عليه 100%. في البدايات ديالو عندك شي خدمه اخرى حاول تخدم هكا وهكا، ماشي مشكل. المهم دير واحد العدد قليل وخذ منه تجارب. واش فهمتي اش بغيت نوصل لك؟ خذ منه تجربه، عرف الامراض، عرف كيفاش طريقه العلف، عرف انواع العلف، شحال كنعطي ديال العلف، كتعرف التجربه ديالو، كدوز واحد التجربه. ملي كتاخذ واحد الخبره فديك الساعه يمكن لك صافي كبر المشروع ديالك وخرج من خدمتك كما بغيتي. كان عندك راس المال صحيح، خرج من خدمتك، راه هذا يخلي لك الربح. وكنعرف انا بزاف، كاين واحد الاستاذ، ماشي استاذ، هو المهم كان داكشي ديال التعليم، فخلى هادش كان هادوك المهم اللي كيدخلوهم ما عقلتش شنو سميتهم في الصراحه. المهم استاذ وصافي معلم، كان خدام وخرج من التعليم ومشى دار الدجاجه الاخوان، ودار الدجاج بالكثره، هو جارنا ماشي بعيد عليا ولا شحال، وداروا بالكثره الاخوان. ف استقلي في الاول غادي جاي مزيان معاه، نجح ليه. جات واحد الوقيته الدجاج مرض ليه كامل، بدا بالاول بشويه بشويه بدا كيموت. فالمشكل اللي طرا ليه هو ما عندوش خبره. اول حاجه ما عندكش خبره، ما عرفش نوع المرض،
ما عرفش بزاف د الحوايج. فمشى ليه القاطع كله، مشى ليه راس المال، مشات ليه الخدمه، مشى ليه كلشي. دونك كيفاش يعيش حياته؟ غيبدا عاوتاني من ازير، عاوتاني يقلب على خدمه اخرى. فهادشي علاش الخوت تحاول ما امكن. في الاول راه ماشي هذا المشروع ديال التسميه، راه اي مشروع كيما كان تنهضروا، اي مشروع كيما كان في البدايات ديالو ما كنتيش كتفهم فيه وما عندكش واحد الخبره فيه، ف فحاول ما تركزش عليه 100%. وإلا كانت عندك خبره فيه وفايت خدام، او كاين اللي كيكونوا والديه ولا خوتو عندهم خبره، فتوكل على الله هذيك الساعه. رزاق الله الحمد لله. ملي كتكون عندك خبره ما تخافش، واخا غير خبره قليله، ما تكونش خبره كثيره، فراه غادي تنفعك. قلت لك لا كانت خبره قليله غادي تنفعك. كما شفنا البارح ملي دخلت الاخوان لقيت ضروبه مقروصه، يقدر هو ما يديهاش فيها شي، يقول ديك شبعانه ما بغاش تاكل صافي راه شبعان. ولكن لا، انت من عندك خبره انفو كتدخل كتشوف العجوله ها كتبان لك شي وحده كتعرج، شي واحد فيه شي وجعه كتقلب الارض. كاين بعض الاخوان ما كيديهاش في الارض كاع الزبل. انا بالعكس تندخل كتقطع قبل الارض يكون شي واحد فيه شي وجهه وما تعرفهاش فيه، ولكن ملي تشوف الارض تشوف شي عجل فيه شي وجهه او ضروبه فيها وجهه. اذا دار راه شي حاجه خصني نراقب هذا العجل. الا بقى داك السياق يوميا يقدر مره ما كيجي عادي كلا شي حاجه درت لي. اما لا بقى مطول فدونك خصك تقلب على داك العجل، اولا تكون راه تعرفو، خصك تجيب ليه الدواء باش يتقال. الا بقيتي سايق راه ما غاديش يطلع لك. فهاد الشيء الاخوان، هاد الملاحظات اللي كيكونوا بساط فراهم كينفعوك في المجال ديالك لا بغيتي تزيد لقدام. راه البهيمه دخلتي الكوري وكان فيه كوغوندير، راه البهيمه يتخنوا عندك ويوليو كحبوا، تولي عاوتاني في مشكله كبيره. فراه الكوري الا ما عرفتيش يستقاد وما كانش عندك سخون ودافي، راه خصوصا في هاد الوقيته ديال البرد ما كان سخون ودافي راه ما يطلعوش داك البهيم، وتولي في واحد المشكل قلت لك لا ولات التروبه شدها البرد ومرضت. ف خاص خصوصا ملي كيضربها البرد الاخوان كتولي تكحب هذا، فالدواء ديالها صعيب، ما كتبغيش تشافى، ماشي دواء صعيب، الشفاء ما كتبغيش تداوى وصعيبه عليها. كتبقى واحد المده طويله، تقدر تضرب 3 شهور عاد تشافى. ففايت دايزه عندي والله القاسم الاخوان، حتى التعميره الاول دايزه عندي ضروبه كانت مرضت. وشنو سبب اللي مرض؟ انا جايبها من الطريق من السوق في البيكوب، ومول البيكوب جاي كيشريها في الطريق وهي واقيلا كان شي كوري سخون، فنهار اللي جاتها ضربت عندي سيمانه مرضت. البقر كله ما مريضش، الوحيده بلجيكيه كنعقل عليها، الوحيده اللي كانت مرضت ليا و3 شهور وانا كنداوي فيها. ما خليتش ادويه، تقريبا جميع الادويه مشيت جربت، ما خليت اعشاب تنداويها بالاعشاب. في الاخر واحد السيد اللي عطاني واحد الدواء الله يجازيه بخير والله يذكره بالخير، فالخزامه الاخوان المهم على الذكر دابا اللي عنده شي هيما، فالخزامه درتها ليه غليتها ليه وشربتها ليه مده 3 ايام، سبحان الله تشافت عليها، جاب الله السبب على هذيك الخزامه. فدرتها ليها بدات كتنقص لك سميتو سيلان 1000 بقاش فيها خنونه دايزه حاشاكم. ف صافي مده ما بقاش تكحب، كتبان لي الضروبه غادا وكتنقص ليها الكحبه غادا وكتنقص ليها الكحبه حتى الحمد لله تشافت. ونهار اللي ذبحتها، نهار اللي ديتها في السوق وبعتها وخايف الاخوان يكون فيها كون كيوصل ليها الفواد، راكم عارفين الفواد ديال البقر غالي شي شويه ويكون مقيوس، واخا انا كنت مداويها كنت خايف وبقيت تنتسنى حتى تصلخات ديك الضروبه، حيت انا قلت انا مواليها حتى تبيت وتشاريت معاهم في الصراحه. ماشي حيت لا قلتيها في الاول نصيحه من لا قلتيها ليهم في الاول في السوق راهم يعذبوك الاخوان، والله شي يعذبوكم بياع وشرايه. تقول لي راه فايته مريضه ولا هذا، بداو وما واخا عرفوها ما مريضاش، عرفتي شنو يديروا ليكم ويطيحوا لكم الثمن وما يخلوهم يديروا. فتبعتها اختها السيد وقلت لي شوف هذيك الضروبه راه كانت مريضه، الا كان شي حاجه في الفؤاد انا راه باقي هنايا في السوق فمرحبا ماشي مشكل، العيب ديالي الحمد لله ما خرج فيها حتى شي حاجه في الفؤاد ولو حاجه.
ولكن الضربة ما رابحش فيها، لان ضربت عندي تقريبا واحد 5 شهور وهي في الكول، فما ربحت فيها والو، خسارة. انا ضربت المدة، طولت المدة، ادوية بزاف، المهم مشاكل. لهذا الشيء الاخوان انا غير بغيت غير ننصحكم في الاول ما تبازيش على شي حاجه، بدا خدام شي شويه بشويه. انت خدام، انت كتطلع في البروجي، انت خدام تطلع في البروجي، تيسر ليك الله، وديك الساعه تقدر تسمح في خدمتك وتوكل على الله. المهم فيديو الاخوان حاولت نشرح لكم حوايج اللي مزيانين والحوايج اللي خايبين في التسمين ديال او في التربيه، ماشي في التسمين، حتى في الغنم وفي كلشي. هادشي اللي كاين يا اخوان، والله يسخر جميع المتتبعين. ما تنساوش التعاليق وقولوا لي هاد الهضره واش بصح ولا لا. كنتمنى تكملوا الفيديو تقولوا لي واش هاد الهضره اللي قلت حقيقيه ولا لا. المهم نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.